السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى يوم جديد إن شاء الله، حاجة جديدة في قناتكم يوميات غاية وبدج. بفضل الله دولت زوج، بفضل الله خلاص هم يعتبر اتباعوا، اللهم لك ألف حمد وشكر. وربنا يبارك لصاحبهم الجديد بفضل الله. دولت يا جماعة لا قوة إلا بالله، زي ما أنتم شايفين التقليد بفضل الله، والدبل جولدن والصبغة بتاعت الجسم والصبغة بتاعت الجناح عصفورتين ما شاء الله فيهم مواصفات كويسة جدا. طيب، عصفورتين لا قوة إلا بالله فيهم مواصفات كويسة جدا. الزوج دولت يا جماعة منتجين بفضل الله. الزوج دول منتجين، وانا مريحهم من الموسم اللي فات. يعني انا الزوج دول بفضل الله، بصوا هتلاقي الذكر، بصوا لا قوه الا بالله بياكل الانثى ليه، خلاص هم بقى يعني حسوا باجواء الشتاء لا قوه الا بالله، فاللي هو يعني عايزين ينتجوا بفضل الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، تخصيبهم محترم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الالوان بتطلع من تحتهم بفضل الله الوان جميله. طيب احنا معودين بعض كل ما بنيجي نتكلم بفضل الله في فيديو، وخصوصا يكون فيديو حاجه بتتباع. طبعا يا جماعه بفضل الله، اللهم لك الحمد، الحمد لله الواحد ما بيصورش كل الحاجه اللي تتباع، لان في ناس بيبقى برضك ليها وجهه نظر، وممكن يقول لمصطفى لا بعد اذنك مش معلش ما تصورش الحاجه، ودي حاجه خصوصيه. وبيبقى برضك طبعا انا بحترم راي كل اخواتنا وحبايبنا، وكل واحد بيبقى طبعا حر في اختياره، وحر في قراره، وهي خلاص بقت حاجته يعني. وفي حد ممكن يقول لك عادي يا مصطفى صور، ادي الناس معلومه هكذا، والحمد لله انا مش بصور بفضل الله بغرض ان انا بثبت حاله، او ان انا بصور عشان انا بعت جوز اهو يا جماعه بصوا الجوز سليم ما فيهوش حاجه، ده راجل قال لي مش عارف ايه، ده راجل قال لي انت ضحكت عليا. لا لا لا، بفضل الله اللهم لك الف حمد وشكر. كل الناس الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الف حمد وشكر على نعمتك يا رب. ونعمه الثقه بفضل الله، الناس بتثق في الواحد قد ايه. كل الناس بفضل الله بتتعامل مع ناس محترمه، واللهم لك الحمد، احسبهم على خير، وناس مؤدبه جدا، وناس بفضل الله تعرف مصطفى. فالحمد لله اهم من العصافير، واهم من انك تاخد حاجات عامله ازاي الثقه بقى. في الثقه دي انت يعني سمعتك وحياتك كلها بتتبنى على الثقه. طول ما انت في اي مجال عندك ثقه، تتقي الله قبل ما يعني تفكر في اي حاجه، وبتعامل ربنا قبل ما تعامل بني ادمين، تلاقي ما شاء الله الناس بتثق فيك، والدنيا تبقى ماشيه بشكل جميل. عشان كده انا مش بصور بفضل الله، حتى الحاجه اللي بصورها مش بصور عشان أقول ده انا بعت الحق الجوز ده وهو تقليبه اهو، وبصوا يا جماعه قريش، وده مش غلط، هو ده صح، ده برضك مش غلط، ده صح. ان انت بتحاول تضمن حقك عشان يبقى انت برضك مصور فيديو توضيحي وهكذا، ما فيش مشكله. بس انا بفضل الله الحمد لله يعني بفضل الله معظم الحمد لله ناس الحمد لله محترمين، وبتثق في مصطفى، عارفين في مصطفى. الحمد لله في ثقه متبادله. يعني انا مجرد ما بنتكلم انا واللي بيجي يشتري الحاجه، بفضل الله هي كلمه، يعني هي كلمه كذا كذا كذا، حاجه تركيه حصلت معاه بقول له، في حاجه معينه في الزوج بقول له، في حاجه انا شايفها هي مش مشكله بس ممكن تكون بالنسبه له مشكله، بقول له ليه، بحط نفسي مكانه، انا بعتبر نفسي دي امانه، وبحط نفسي مكانه، وهو امني على حاجه، فبالتالي انا لازم اديله حقه، وانا يبقى هو خلاص انا بقيت مكانه، انا بقلب له الحاجه واشوف له الحاجه واطمن له على الحاجه واحافظ له على الحاجه وهكذا. فهي القصه النهارده يا جماعه مش قصه عصفورتين. النهارده مش قصه عصفورتين اتباعوا، ولا هم مستواهم قوي، ولا هم عاملين ازاي. لا لا لا، هي ثقه، هي ثقة. خصوصا كمان الحاجات اللي هي بتبقى حاجات منتجة، بفضل الله في دايما ناس، او في ناس بتبقى عندها هوس شويه، يقول لك لا انا ما اشتريش حاجات منتجه. طبعا انا من المدرسه دي برضك، هي المدرسه دي كويسه مش وحشه، انا من الناس اللي بحب مثلا اشتري حاجه تكون اول انتاجها بخيرها، ابتدي انا اعيش معاها، ما فيش مشكله. وفي ناس بتحب تريح دماغها، يقول لك انا هاخد زوج منتج عشان الخص واوفر على نفسي وقت كبير في ان هم لسه ياخدوا على بعض، وان هم لسه يجهزوا، وان هم لسه يتعودوا. وبل بالعكس، ده ممكن مصطفى الذكر يضرب النتايه، ممكن النتايه تضرب الذكر، ممكن يعوروا بعض، ممكن حد فيهم يموت التاني. فانا ببقى بضيع وقت على الفاضي، لان هجيب جوز منتج وخلاص. فانا بقى نصيحتي ايه النهارده، المعلومه اللي ممكن نقولها زي ما معودين بعض بفضل الله في كل مثلا فيديو كده يكون في حاجه متباعه. المعلومة في حتة اللي انت تاخد حاجات منتجة دي، يعني حاول تتعامل مع حد يعني تكون ان شاء الله يعني باذن الله كده ربنا يرزقك بحد محترم، وتاخد منه حاجه يكون فيه ثقه حتى. يعني هي بس الثقه، هي النهارده يا جماعه موضوع الحلقه الثقه في البيع والشراء، يعني ايه الثقه. غير كده انت بتاخد الحاجه في ريسك بقى، يعني بتاخد الحاجه ان شاء الله وتعتمد على الله كده، وتتوكل على الله، وتقول ان شاء الله ربنا يرزقني بحد محترم اخد منه زوج يكون كويس. فتبقى العمليه بقى خلاص ماشيه ان شاء الله يعني بالتوكل على الله كده، وان شاء الله ربنا طبعا مش هيخيب ظنك يعني. بس احنا بنتكلم في اللي احنا ممكن نقدر نعمله، يعني ان احنا نحاول بس ناخد يعني مش هنقول الحذر، لا انا باخد مثلا ايه كل الاحتياطات الممكنه، هي في الاخر والله نصيب. يعني انت مهما تعمل وردك ومهما تسوي سبحان الله، يعني ممكن زوج زي ده منتج لا قوه الا بالله، وانتج عندي بفضل الله وطلع لي مستويات قويه، اللهم لك الف حمد وشكر. سبحان الله ممكن يروح عند راجل يحصل اي دروب طبيعي جدا يا جماعه. النهارده دي جزئيه مهمه عايز افهمها للناس اللي بتتفرج عليا.
يا جماعه دي مش الات ولا مكن، حتى المكن والاله بيبوظ ويعطل. الناس اللي بتبقى فاهمه او مستوعبه او وصل لها فكره الناس شايف جوز شغال يبقى خلاص ده شغال زي الساعه زي ما بيقولوا ما ينفعش يغلط، لا يا طبيعي جدا ممكن يغلط. ممكن يكون الجوز ما استراحش فتره ممكنه عشان ينتج تاني، ممكن يكون الجوز زهق شويه فمش مش عايز يشتغل دلوقتي. يا جماعه انا في عصافير عندي والله في عز الموسم ما تنتجش. يعني ايه في عز الموسم ما تنتجش؟ يعني تبص تلاقي الذكر والنتايه شايفين العش مفتوح والدنيا جميله وفي عز الموسم وفي عز الساعه مش عايزين يقربوا من العش، وتلاقيهم يجوا ينتجوا عش وبفضل الله العش اللي بعده ما ينتجوش. يعني ايه؟ يعني في عصافير لما تيجي تنتج عندك تلاقيها في الغايه كده تبص تلاقي انتج عش ما شاء الله، واخر زغلول اخر زغلول تلاقي انتاج باضت تاني وعملوا دوره انتاجيه تاني. في زوج لا مزاجه بقى كده يعني مزاجنجي، تبص تلاقي عمل لك عش وانتج لك عش زي الفل والعش اللي بعده من نفسه ريح. فيا جماعه دي صفات كائنات حيه وده مخلوق يا جدعان. يا جدعان ربنا خلقه زينا بالظبط، ليه مزاج وهوائي يعني فاهمين انا عايز اقول ايه؟ هي انت اوعى تحسبهم ان هم كائنات مش فاهمه ولا مش مستوعبه ولا مش واعيه للامر، لا لا، واعيين للامر جدا. مكان التربيه والبيئه المحاطه والبيئه المناسبه بتفرق معاهم جدا في الانتاجيه وفي عدد الفروخ وفي تاكيل الفروخ وهكذا. فانت تاخد المنظومه كامله، ما تاخدش حته وتسيب حته. انا عايز اجيب جوز حلو ومستواه حلو بس انا مش عارف اربي، عايز اجيب جوز حلو بس المكان مش مؤهل، عايز اجيب جوز حلو بس انا كل شويه عامل دبكه ودوشه فالجوز مش عارف ياخد راحته في المكان عندي. طب ما هو ده كله بينعكس على الانتاج وسعادتك بعد كده ترجع تشتكي وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان ومش عايزين ينتجوا. فانت تاخد المنظومه برمتها. يعني ايه برمتها؟ يعني انت هل مؤهل نفسك، مؤهل المكان، مستوعب الفكره، عايز تربي، فاهم طبيعه العصفور اللي هتربي ايه، هل العصفور هتربيه ده بيحب ايه بيكره ايه، هكذا. خد الامور يا جماعه بمنطقيه شويه وخد الامور بعقلانيه، وما تجريش وخلاص انك تشتري. يعني انا ما بنصحش اي حد لو لسه مبتدئ اشتري وخلاص، لا اشتري يا سيدي عايز تشتري طيب. وبتقول لي يا مصطفى انا مش عايز اشتري ستورالي يا مصطفى، لا انا عايز اشتري حاجات ريمبو. طيب انا هنصحك لله برضك نصيحه حلوه قوي، عايز تشتري ريمبو ما فيش مشكله عندي، هاتهم شباب او هاتهم زغاليل يكون سعرهم مناسب بالنسبه لك، وابتدي ربي فيهم وتعود عليهم وتعيش معاهم، وهم حتى عبال ما يجوا من مرحله الانتاج اللي هو زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الذكر والانثى دولت يكونوا على الاقل تعودوا عليك وعلى المكان وعلى طباعك. العصافير بتتعود على طباع صاحبها اللي بيربيها، يعني بتاخد بالها ده كل شويه بيقرفهم بالبلدي كده، يجي يهش يجي يبص عليهم يجي يمسكهم فبيتعودوا من صغرهم. فتبص تلاقيهم حتى برغم عين الظروف والمشاكل اللي بتحصل لهم دي من المربي تلاقيهم ممكن ينتجوا عادي جدا. لكن العصافير اللي هي بتبقى كبيره وجايه مثلا من بيئه مثلا زي مثلا ايه، انا مثلا ما بمسكش عصافير كتير، ما بقلبش في العصافير كتير، ما ببهدلهمش، ما بخوفهمش، ما بخضهمش، ما اخشش كده في ثانيه كده افتح العش، لا ببقى في تاهيل لفتح العش، خبط زي ما قلنا ثلاث خبطات. فدول بقى ممكن يقرفوك لما يجوا عندك عشان يشتغلوا يزهقوا، انت ممل وبتزهقهم وبتقرفهم في عيشتهم فيزهقوا. لكن لما تاخد زوج صغير تعرف تعلم عليه التربيه وتعرف تربيهم وتعرف تروضهم وتعرف تخليهم ياخدوا على طباعك وهكذا. ده اللي انا عايز اوصله لكم في الفيديو. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون الفيديو مفيد للجميع ان شاء الله. نتمنى الخير والتوفيق للجميع، يكون موسم سعيد. ما تنسوش لو اللي فات حلو فاللي جاي احسن بامر الله. ما تنسوش المهم جدا الهوايه النوايا. لو عجبك المحتوى تقدر تعمل اشتراك ليك واصحابك حبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، اتمنى الخير والتوفيق للجميع. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد كله خير، ونسيبكم ثانيه كده مع الامارات دولت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.